الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بنت الفنان أحمد زاهر فاجأت جمهورها بأحدث إطلالة ليها، والإطلالة كانت مميزة جدا. ظهرت كعروس بفستان باللون الأبيض مع تاج زينت بيه شعرها، وتركت شعرها منسدل على كتفيها ناعما، والجمهور علق على إطلالتها بأجمل التعليقات. قال: أجمل عروس، قمر ما شاء الله، كل صورة أحلى من اللي قبلها، أميرة، وغيرها من التعليقات الجميلة. وأوضحت الفنانة ملك أحمد زاهر في وقت سابق إنها لا تفكر في الارتباط الآن، فالأهم لديها هو عملها، وقالت: أنا مركزة في شغلي دلوقتي، والحاجات دي بتكون اسمه ونصيب، ومستنية يجي الشخص المناسب علشان أنا طيبة، وأول ما يجي الشخص الكويس اللي يعاملني زي بابي هرتبط بيه على طول. ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك أحمد زاهر مسلسل محارب اللي اتعرض في رمضان 2024، بطولة الفنان حسن الرداد ووالدها الفنان أحمد زاهر وغيرهم من النجوم. ده كان خبرنا النهاردة، أتمنى إن هو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي لو لسه ما اشتركتوش. دمتم في حفظ الله ورعايته وأمنه، مع السلامة في أخبار جديدة.